السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في وصفة جديدة وفيديو جديد. صحة رمضانكم وصحة صيامكم. بما انه رانا في الشهر الكريم. اليوم قررت نشارك معكم هذه الدولمة اللي كنت طيبتها. دولمة قرنون بشوربة بيضة. جبت هنايا القرنون تاعي 3 حبات متوسطين. نقيتهم مليح وغسلتهم. لقيتهم من هادوك الشوائب تاعهم كما راكم تشوفوا. نحيت لهم قاع هادوك الورق والحوايج اللي فيهم وزدت نقيت هادوك الشوائب. نحيتهم اليابسين باه ما يجيش يابس ونقيتهم مليح من الداخل وجبت شرائح تاع الليمون وعقبته ليهم مليح مليح هكا باش يستحفظوا باللون تاعهم وما يكحلوليش. وفي نفس الوقت جبت هنايا التوابل تاعي استعملت هنايا كزبر وفلفل كحل وثوم وملح حسب الذوق وحبة بصل كنت رحيتها في الروبو مع شوية تاع معدنوس والدجاج طبعا واللحم اللي كان عندي. هي الضلمة تجيب اللحم واللي ما عندوش يقدر يدير الدجاج ويقدر يديرهم في زوج. جبت ملعقة تاع زبدة وحطيت فيها اللحم تاعي يتقلى مليح مليح حطيته على نار قليلة لمدة 5 دقائق حتى تغير اللون تاعو بهذا الشكل. بعد ما تغير اللون تاعو ضفت عليه هذوك التوابل والحبة تاع بصل ولا راس المغرفة تاع الكركم. خليتهم يتقلاو مليح حتى يدبالو حتى هذاك البصل يندمج مع التوابل. جبت الجلبانة وجبت 3 حبات سنارية زرودية قطعتهم وحطيتهم يتقلاو معهم مع كاس تاع ما يكون غليان. في نفس الوقت يعني كي تكون الجلبانة تاعك طرية تقدري ما تقليهاش. انا تاعي كانت يابسة يعني هي فري بصح يابسة. جبت الفيونداشي تاعي 2 مغارف تاع لا شابلور حطيت معاهم بياض بيضة وشوية تاع معدنوس وشوية فلفل كحل وشوية ملح وعجنتهم مليح مليح كيما راكم تشوفوا وشكلتهم بهذا الشكل وحشيت بهم القرنون تاعي دورته كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقة. انا استعملت يعني كمية صغيرة لشخص او لشخصين وانتي تقدري تستعملي حسب يعني العائلة تاعك الافراد تاع العائلة تاعك ولا الضيوف. ضعفي الكمية في هذا الوقت يعني البرمة تاعي كانت تتقلى على نار متوسطة. بعد ما كملت القرنون حشيته حطيته على حيدة ورحت نشوف البرمة تاعي اذا راهي تقليت راح نمرقها ب3 كيسان يكونوا غليان يعني تقريبا يعني نصف لتر او اقل لانه الدجاج ما فيهش الروح واللحم كان طري يعني طاب بالخف. وهذه هي الطريقة اللي هذه هي النتيجة تحصلت عليها يعني بعد ما تغاليت البرمة تاعي وقربت شوية يعني نص الماء حطيت القرنون تاعي وهذاك الدجاج كنت قليته وعاود رجعته للبرمة هكا باه يجي متناسق مع اللون تاع اللحم. وهذه هي الطريقة وهذه هي عفوا النتيجة اللي تحصلت عليها جات بزاف بنينة وملبية. جربوها نتمنى تعجبكم وتكونوا يعني استفدتوا من هذه الوصفة. ما عليا الا نقول لكم صحة شريبتكم صحة صيامكم تقبل الله منا ومنكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. نتلاقى في فيديو جديد ووصفة جديدة وصفة يعني عفوا فضلا وليس أمرا يعني بإمكانكم تتابعوني في الحسابات اللي راح نخليه لكم في صندوق الوصف على تيك توك وانستغرام وفيسبوك راح تلقاو وصفات مختصرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.